سيبك من الجولة ال20 واللي حصل فيها، سيبك تماما من الجولة ال20 واللي حصل فيها. خلينا بقى نبص على الجولة 21 لأن مش هينفع نقعد نبص على اللي فات. اتخزوقت في الجولة اللي فاتت عادي، كلنا طالعين بحاجات كتير متخزوقين فيها. انت اتخزوقت في الميرون زي حالاتي، ممكن يكون كمان فودن، ممكن كمان كانسيلو، قشطة عادي صباح الفل. بسرعة جدا وصلنا للجولة ال21 من فانتازي الدوري الإنجليزي. عندنا ماتشات قوية جدا وعندنا اختيارات جديدة ومهمة وقوية جدا للجولة 21. فعشان ما اطولش عليك وندخل نتفرج مع بعض على طول على فقراتنا اللي انتم متابعينها معانا من 21 جوله، عايزين نقول لك اعمل لايك وسبسكرايب وشير للحلقه لو عجبتك. خش على قناه السوشيال ميديا اللي انت هتلاقيها في الديسكربشن، وخش معانا دوري الهاتريكاوي عشان تكون واحد من 3 هيكسبوا معانا في نهايه الموسم. اما بالنسبه للجوائز ففي المركز الاول هيكسب معانا تيشيرت وفوتو بلوك، والمركز الثاني هيكسب تيشيرت، والمركز الثالث هيكسب فوتو بلوك. وان الهدايا مقدمه من تايب ستيم ستور وديربي ستور السويس. عملت اللايك عملت السبسكرايب، يبقى يلا بينا نتكلم عن الجوله ال21 من فانتازيا الدوري الانجليزي. نظره سريعه على الجوله اللي فاتت. في مفاجاه بالنسبه لي على الاقل ان مانشستر يونايتد يكسب السيتي 2-1 بعد ما السيتي هو اللي ابتدى واحرز الهدف الاولاني. مانشستر يونايتد عمل اداء، عمل شكل ليه، ابتدينا نحس ان إيريك تين هاج حط ايده بقى خلاص على الحاجه اللي كانت غلط في مانشستر يونايتد، وابتدى ان هو يعالج الاخطاء. فابتدينا نشوف ان مانشستر يونايتد بيعود وبيحافظ على المركز الرابع مع برضه نيوكاسل، هو بس فرق اهداف بينهم وبين نيوكاسل. على الناحيه الثانيه ارسنال بيستغل تعثر مانشستر سيتي وبيكمل، وارسنال طلعنا منه بكذا فايده كفانتازي. اولا اوديجارد، ثانيا بنستفاد شويه ان احنا عندنا في الدفاع في لعيبه، في ناس كتير عندها مثلا صليبه، اللي عنده جابرييل، اللي عنده بن وايت، الناس دي كلها خرجت كلين شيت. برضو بنستفاد برضو في حته توتنهام ان احنا الخوف لسه مازال موجود من توتنهام لان هو اتغلب من ارسنال 2-0. فحتى العنصرين اللي احنا قلنا لك دول اكتر عنصرين احنا بنعتمد عليهم في توتنهام اللي هم بيريزيتش وهاري كين، بقى فيهم قلق شويه لكن مكملين احنا معاهم. احنا لسه مكملين ان هاري كين حتى لو ما سجلش في الماتش اللي فات فاحنا متوقعين ان ممكن الماتش اللي جاي يعمل حاجه، لو الماتش اللي جاي ما عملش حاجه يبقى الماتش اللي بعده هيعمل حاجه، لان هاري كين هو الوحيد اللي صاحي وفايق نسبيا في توتنهام. اما ليفربول فلا حول ولا قوه الا بالله، يعني مش طبيعي بصراحه، مش طبيعي اللي بيحصل في ليفربول ده تماما تماما تماما. حتى صلاح كنت قلت، حتى انا الحلقه اللي فاتت، حتى صلاح اللي احنا كنا بنقول عليه هو اللعيب الوحيد اللي احنا بنعتمد عليه في الفانتازي من ليفربول، الحقيقه لا ده مش موجود. كنا الحلقه اللي فاتت قلنا يا جماعه اللي عايز لاعب ب8 مليون نص ملعب وهيقدم معاك وهيلعب اساسي لان في غيابات كتير في ليفربول، روحوا هاتوا جاكبو يا جماعه. بقول لك انا لسه استمر، لو انت عايز تجيب جاكبو هاته، لان الغفوه او الكبوه او الموتة بتاعه ليفربول اللي موجوده حاليا مش هتستمر. فانت لو عايز تضمن حد قوي او ممكن يعمل حاجه عنده دوافع، واحد لسه جاي فريش، فهو جاكبو. غير كده لا. وطبعا غياب فيرجيل فان دايك مؤثر تماما في ليفربول كقياده وكدفاع في الناحيتين، فلذلك ليفربول احنا خايفين منها جدا. عايز تجيب جاكبو دلوقتي ماشي، مش عايز تجيبه وتستنى عليه جوله جولتين استنى عادي، لكن احنا مصممين على جاكبو. ما تنساش ان احنا لسه عندنا ماتشين في الجوله ال20، انا بصور معاك قبل الماتشين دول ما يتلعبوا، في ماتشين لسه ما اتلعبوش اللي هم اللي كانوا المؤجلات بتوع توتنهام والسيتي. توتنهام الجريح، الفرخه المجروحه يا عيني، هتلاعب السيتي اللي عايز يكسب ثلاث نقط باي شكل من الاشكال عشان يقلل الفرق بينه وبين ارسنال ل5 بدل ما هم 8. وعندنا كريستال بالاس برضو قصاده مواجهه قويه جدا مع مانشستر يونايتد، ومانشستر يونايتد هيحاول بقدر الامكان ان هو ياخد ال3 نقط عشان يفرق عن نيوكاسل ب3 نقط ويبقى هو واخد المركز الثالث لوحده. خلينا بقى في الفانتازي ونخش على فقراتنا. مين يزور ومين يغور؟ مين يزور تشكيلتك للجوله 21 وللجولات اللي بعدها، ومين يغور من تشكيلتك للجوله 21 وللجولات اللي بعدها؟ مين يزور تشكيلتك؟ عندنا 2 من برايتون، يا اهلا وسهلا ببرايتون من اول وجديد، لكن الاثنين دول اخترناهم بعنايه شديده جدا نظرا لارقامهم اللي هقول لك عليهم. اللاعب الاول هو سولي مارش. سولي مارش بصراحه اخر 4 ماتشات عامل اداء ولا اروع. سولي مارش على مدار 21 جوله جايب 4 اهداف و4 اسيستات في الماتشات اللي هو لعبها، لكن انا عايز اركز معاك شويه في اخر 4 جولات هو لعبهم. في الجوله ال17 كان جايب 13 نقطه، في الجوله اللي بعد كده 18 قصاد ارسنال لما اتغلب 4-2 كان جايب نقطه واحده، بعد كده الجوله اللي بعدها جاب 11 نقطه، بعد كده الجوله الاخيره في الجوله ال20 جايب 19 نقطه، جونين واسيست. ارقام تقيله جدا على سولي مارش، وبيلعب نص ملعب وكمان سعره حنين. سولي مارش ب5.1 مليون، فاحنا بنرشحه لك جدا كاختيار اول في مين يزور تشكيلتك في الجوله
21. اما اللاعب الثاني فهو ميتوما، برضه نص ملعب من برايتون، احرز 3 اهداف لبرايتون وكمان سعره حنين ب 4.9 مليون، فبنوصيك بيه وانا عن نفسي اشتريته من الجوله اللي فاتت وهو قاعد معايا. الحمد لله على السلامه من الاصابه يا عم توني. توني لازم يرجع معاك ب 7.5 مليون، برضه لازم ترجعه معاك، خصوصا ان ماتشاته اللي جايه في المتناول وتوني راجع فايق. ايفان توني جايب 13 هدف و3 اسيستات في الدوري حتى الان، رقم كبير جدا. اي نعم هو الفرقه قد تكون مش مساعداه قوي، ولو راح فرقه تانية ممكن يبدع اكتر من كده، لكن استغله دلوقتي ان هو ب7.5 مليون. فلو انت مثلا متضرر من متروفيتش ومتضرر من هاري كين خد توني، اشتري توني. واما اللاعب الرابع والاخير معانا في مين يزور فهو اوديجارد. طبعا مش محتاجين نتكلم، مان اوف ذا ماتش الماتش اللي فات الجوله 20، برضه في ماتش مان اوف ذا ماتش في الجوله ال 19 مع ارسنال، احرز هدف ولا اروع، شوطه من بره خالص قصاد توتنهام، بيجيب ارقام، بيجيب قصدي اهداف، فالارقام بتاعته او النقط بتاعته بتفيدك في الفانتازي. فهات اوديجارد لو هو مش معاك، او لو انت حيران ما بين مثلا كام واحد من ارسنال، لو انت عندك حد في الدفاع مثلا عندك رامزدال ومحتار في واحد ثالث، فاحنا بنقول لك هات اوديجارد. لو عايز تبيع مارتينيلي ممكن تفكر فيها شويه، لكن انا عن نفسي لا، مش هبيع مارتينيلي عشان اوديجارد. هات اوديجارد لو هو مش عندك بس، ولو هو اللاعب الثالث اللي يكمل منظومه ارسنال عندك في التشكيله، لكن ما تبيعش مثلا رامزديل ولا تبيع مارتينيلي عشان تجيب اوديجارد. اما عن مين يغور فعندنا 3 حاجات هنقولهم لك. اول حاجه، اي لاعب من وولفز مهما كان بيعه، عندهم مدعكه صعبه جدا في الجوله اللي جايه والجوله اللي بعدها، فحاول ان انت تبيعهم حتى ان كان مهاجم. لازم تبيع اي حد من وولفز لان مفيش امان ليهم، هيلعبوا السيتي بعد كده ليفر بعد كده ماتشات تقيله، فبلاش، نصيحه مننا ارمي اي حد من وولفز. نفس الامر برضو من فولهام، ما يغركش المركز اللي فيه فولهام دلوقتي ان هو حاصل على المركز السادس وبينافس كمان وبيلعب وبيأدي، لكن ما يغركش هو لسه ممكن تجيله ماتشات في العصاره بقى بتاعه الدوري، فممكن ما يعرفش يعمل حاجه. فولهام بيع اي حد من فولهام ما عدا واحد اللي هو متروفيتش، لان الفرقه كلها زي ما قلت قبل كده وزي ما بقول كل جوله ان لو الفرقه اتغلبت 6-1 فالواحد ده هيكون جايبه متروفيتش، ضيع ضربه جزاء الجوله اللي فاتت مش مشكله عادي بتحصل، لكن هو هداف وفايق وفي الفورم بتاعته قويه جدا، فهاتوا متروفيتش زي ما هو سيبوه، لكن اي حد تاني من فولهام بلاش بلاش بلاش، حتى لو لينو يا جماعه بلاش. خلاص انتهت يا عم فودن، احنا مش قادرين نستحملك تاني اكتر من كده. في وجهه نظري الشخصيه فودن قصاد توتنهام لو ما عملش حاجه قويه، لو ما عملش حاجه قويه يعني ما يعمليش اسيست مثلا، لا لو ما عمليش حاجه قويه، جونين اسيستين، جونين و3 اسيستات، انا عايزك تبدع، انا عايزك تعمل كل حاجه. لو ما عملش الحاجه دي يبقى شكرا، اصل انت ب8 و2 فانا هفضل سايبك عندي. لا طب ليه؟ طب ما انا ممكن اروح اجيب حد تاني احسن شويه، او يا عم هروح اجيب جاك جريليش، يا عم هحط فلوس بقى وهكسب فلوس منك، هروح اجيب جاك جريليش، على الاقل جريليش فايق عنك، هروح اجيب جندوجان، هروح اجيب اي حد، هروح اجيب جاكبو يا عم ب8 مليون. لكن فودن خلاص بقى لنا كام جوله بنلعب مفيش واستنينا والجوله اللي فاتت واللي قبلها قعدنا نقول لك فودن حطه دكه وهو وكانسيلو ما تشيلهمش ما تبيعهمش بتاع، وكمان بيجي جوارديولا بيزودها شويه وبيتحنيك علينا شويه ويروح حطه دكه، واسف بيطلعوا دكه ويركنوا دكه في الدقيقه 56 57. ففودن بقى خطر جدا علينا في الفانتازي، ما بيجيبش حاجه وكمان بيطلع بدري، فبيع فودن من دلوقتي. لو ما عملش حاجه في ماتش توتنهام باكد تاني، لو ما عملش حاجه كبيره قصاد توتنهام. نمبر 1 الجوله 21 حيرانين ما بين 2، هالاند ولا توني. هالاند قصاد وولفز مهمه قد تكون سهله وان هو ممكن يعمل حاجه، فطبيعي جدا ان في ناس كتير هتروح تكابتن هالاند. اوكي لو انت مكابتن هالاند مفيش مشكله خالص، بس احنا برضو حاسين ان هيبقى نمبر 1 واللي يستحق الكابتنه هيبقى توني، لان الماتش بتاعه هيبقى احسن شويه من الولفز، لان الولفز ممكن تنزل مدافعه شويه، او يعني هالاند ما يعملش حاجه، ممكن ما يعملش حاجه، لكن توني فايق بيجيب بيسجل هداف الفرقه وبيلعب اساسي ومفيش اي غبار عليه، فتوني ممكن بس هو اللي يبقى نمبر 1 والكابتن المضمون كمان بتاعنا. اما عن رشقه لاعب نسبه امتلاكه ضعيفه لكن لو جبته هيفرق معاك جدا جدا جدا، الا وهو ميتوما من برايتون نص الملعب. اشتروه يا جماعه بقول لكم من دلوقتي ب 4.9، بيلعب اساسي وبيلعب كمان جناح واحيانا بيدخل بالقلب نص الملعب لو بيلعب مهاجم. هاتوه يا جماعه هاتوه، مش هتخسروا ب 4.9 مليون. اما عنا الشنت يا فالح، لاعب نسبه امتلاكه عاليه لكن مش هيعمل حاجه وهيبقى بلح في الجوله 21، الا وهو هاري كين. مواجهه صعبه قصاد
فولام ما نعرفش هل بصراحه هيقدر ان هو يعمل حاجه ولا لا، بس هاري كين حاسين ان هي مش هتظبط معاه الجوله الجايه. اما عن هاتريك كابتن، الكابتن المضمون زي ما قلنا، انت لو عايز بتروح مع القاعده العامه بتاعه هالاند خلاص قشطه مفيش مشكله، روح مع القاعده العامه بتاعه هالاند، لكن لو انت عايز تغير ممكن بقى تروح لتوني. وعندنا برضو لاعب يتحط لو انت عايز تفكر في كابتن ريسك شويه ممكن يلعب ويجيب اهداف، خصوصا ان ماتشه سهل. ميتوما برايتون قصاد ليستر سيتي. ليستر زي ما احنا عارفين بايظه ضايعه، مفيش ماديسون، بيلعب بفاردي، الدنيا مريحه. وارد طبعا ده هديه لاي فرقه بتلعب ضد ليستر، فالدنيا في اللذيذ. ميتوما متوقع ان هو ممكن ينفجر، فوالله ده ريسكي قوي، مخاطره كبيره، هتبقى انت حاطه كابتن وانت حاطط ايدك على قلبك اصلا. نخش بقى على هاتريك دريم تيم. بنأكد تاني يا جماعه ان الدريم تيم اللي احنا بنعمله ما بنلتزمش باي قواعد بتاعه الدريم تيم بتاعه الفانتازي نفسه. فانتازي لازم يحط 3 لعيبه من الفرقه مثلا، على بالكتير قوي 3 لعيبه من كل فرقه وب100 مليون. احنا ما بنلتزمش، احنا بنقول لك مين هم اكتر 11 لاعب هيجيبوا نقاط في الجوله 21. الجوله دي احنا بنلعب بتشكيله 3-5-2. في حراسه المرمى نيك بوب من نيوكاسل. اما عن ثلاثي الدفاع فهم تريبيه من نيوكاسل وسيرجي اوريه من نوتنغهام فورست وبيريزيتش من توتنهام. واما عن خماسي نص الملعب فهم دي بروين من مانشستر سيتي والميرون من نيوكاسل ورودريجو من ليدز يونايتد. وعندنا 2 من برايتون سولي مارش وميتوما، بنراهن عليهم كتير قوي الجوله دي. واما عن قلبي الهجوم فهم هالاند وايفان توني. الجوله ال20 لسه ما خلصتش، فبنعتذر اعتذار كبير جدا ان احنا مش هنقدر نقول الترتيب بتاع الدوري الهاتريكاويه خلال الجوله دي. وان شاء الله اول ما تخلص الجوله هنحاول ان احنا ناخد سكرين شوت للجدول بتاعنا وهنقول مين الاول ومين الثاني ومين الثالث. لذلك مهم جدا ان انت تخش معانا على اكونتات السوشيال ميديا اللي انت هتلاقيها في الديسكريبشن، وتفعل الجرس وتعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديدنا في قناتكم قناه هاتريك. شكرا جدا ليك اللي انت وصلت معايا لغايه هنا. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. شكرا جدا ليك، سلام.